ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. الأم وما أدراك ما الأم، هي نموذج رحمة يتحرك بين أظهر الناس ولا يلتفت إليه أحد بإجلال وتقدير إلا من رحم الله. الأم كتلة من الصبر وصورة حية للعفو والحلم. عن أنس قال: ارتقى النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر درجة فقال آمين، ثم ارتقى الثانية فقال آمين، ثم ارتقى الثالثة فقال آمين، ثم استوى فجلس فقال أصحابه: على ما أمنت يا رسول الله؟ قال: أتاني جبريل فقال: رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك، فقلت آمين. ثم قال: رغم أنف امرئ أدرك أبويه فلم يدخل الجنة، فقلت آمين. فقال: رغم أنف امرئ أدرك رمضان فلم يغفر له، قلت آمين. قد يقول قائل: لماذا الأم دون الأب؟ قلت: لا شك أن فضل الأب كبير، ولكن فضل الأم أكبر. قال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. قال ابن عطية: ذكر الله الأم في هذه الآية في 4 مراتب، والأب في مرتبة واحدة جمعته مع الأم في قوله بوالديه، ثم ذكر الحمل للأم، ثم الوضع لها، ثم الرضاع الذي عبر عنه بالفصال. فقدرها عظيم ومكانتها كبيرة وفضلها لا يعرفه إلا الله. أمي لك مشى بالعطف والطيب انتشى، في حضنها عمري نشا، ومن حبها قلبي يميل. أمي حياتي وجنتي، انت عيوني وبسمتي، حبك شعاع بموجتي، والشعر من حبك يسيل، والشعر من حبك يسيل. يا القلب ساعته